هلا بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير وافضل حال. اليوم سويت لكم المعمول. بنات ما اسولف لكم ايش قد طعمه طيب، والله العظيم كلش طيب. ايش قد ما احب الكليشة واموت عليها، بس المعمول اخذ مكانته بقلبي. كلش طيب، هش وترف وكلش يموع بالحلق، دايب ذوبان. طبعا انا سويته العام وما عجبني الطريقة مالته، بس السنة سويته وطريقته كلش طلعت حلوة ومضبوطة، فقلت اشاركها وياكم. وهسه قبل لا ابدي بطريقة العمل، اذا اول مرة تزورون قناتي اشتركوا بيها وضغطوا على جرس الاشعارات حتى يوصلكم كل جديد. وهسه خلونا نبدي بطريقة العمل والمكونات اللي راح استخدمهم. هو ما بيه هواي مكونات، بس 3 مكونات بس. بالبداية عندي وبكاسة شوية كبيرة مخلية 5 كوابة من الطحين، راح اضيف عليهم كوبين من الدهن. طبعا الكوب اللي استخدمته او قست بيه بالطحين هو نفس الكوب اللي قست بيه الدهن، واني افضل تستخدمون الدهن، لان الدهن يخليها تطول عندكم الاطول فترة ممكنة وما راح تيبس ابد. بس اذا حابين تستخدمون زبد وما عندكم دهن، سووا نص هاي الكمية، لان الزبد راح يخليها تيبس بسرعة، فسوي نص هاي الكمية. وهنا أنا ضفت رشة كل زينة من الملح، وراح ابدي اجانس الطحين والدهن سوية، يعني امزجهم سوية بهاي الطريقة. لاحظوا لي بنات شلون اقلبهم من فوق لجوا بهالشكل حتى يندمجون كل زين. بعدها عندي وبنفس الكوب اللي قست بيه الطحين والدهن، راح اضيف نص كوب مي بارد كلش ونص كوب من الحليب المحلى المكثف. هاي القواطي الجاهزة. واذا ما متوفر عندكم حليب محلى مكثف تقدرون تستبدلونه بالشيرة او القطر، بس المهم يكون قوام الشيرة نفس قوام الحليب المحلى المكثف، يعني نفس الثخن مالتها حتى تطلع لكم نفس النتيجة. الشيرة ضيفوا لها خاشقة حليب باودر وخلوها على النار بس يندمج الحليب ويا الشيرة حتى يصير عندنا حليب مكثف، واستخدموها بعد ما تبرد. بعد ما ضفت المي البارد والحليب المحلى المكثف راح ابدي ادمجهم بهذا الشكل. ما اريد اعجن، لانه المعمول عجينته متحب عجن، بس مجرد يندمجون سوية. وخلال هاي الفترة اذا لاحظت انه العجينة تحتاج شوية مي راح اضيف شوي بالتدريج. وتقريبا ضفت بعد ما ضفت نص الكوب الاولاني ربع كوب من المي. وهمين يرجع حسب كل عجينة واللي تحتاجه من المي ومن السوائل، إذا تحتاج أكثر أو أقل، يعني أنتوا شوفوا العجينة مالتكم شنو تحتاج وضيفولها. وبعد ما أخلص راح أخلي العجينة بالثلاجة ترتاح مدة ساعة. وهنا هاي عجينتي صارت بهالشكل بعد ما ارتاحت مدة ساعة بالثلاجة. راح أبدي أحشيها بالحشوات اللي حضرتها مسبقا. وطريقة عمل الحشوات مال الكليشة والمعمول موجودة بفيديو الكليشة، إذا حابين ترجعون تشوفونها. راح أترك الفيديو لكم نهاية هذا الفيديو وبصندوق الوصف. وأنا سويت عليهم شوية تعديلات، مثلا التمر ضفت له خاشوقة من الدارسين المطحون، والجوز والفستق الحلبي الأخضر طحنتهم ناعم وخليت لون غذائي لون أخضر للفستق الحلبي، يعني شوية تعديلات بسيطة حتى ترهم حشوة للمعمول وتفرق عن حشوات الكليتشة. راح أكور العجين بهذا الشكل كور صغيرة بحيث تكون مقاربة للكورة مال التمر، يعني بقدها أو شوية أكبر. أنا أحب العجين شوية زايد فأسويها شوية أكبر، انتو حسب رغبتكم، إذا كان بقد العجينة مال التمر أو الكورة مال التمر، أو تكبرونها مثلي حسب رغبتكم. افتح العجينة مثل ما افتح العجينة مال الكبة بهاي الشكل، واخلي بوسطها الكورة مال التمر واسدها كل زين واخليها بالقالب. الطريقة الاولى انه اغمس العجينة بشوية من الطحين واضغط عليها بالقالب واضربها فد مرة او 2 حتى تطلع. والطريقة الثانية انه ارش بالقالب طحين وافرغ القالب من الطحين، افرغه كل زين، بعدها اضغط الكورة مال المعمول بالقالب وهمين ارجع اضربها فد مرة مرتين حتى تطلع بهذا الشكل.
والطريقة الثالثة واللي أحسن وحدة بيهن إنه أنتو ما راح تضربون القالب مال الكليتشة بسرعة، راح تطلع عندكم القطعة مال المعمول. تخلون قطعة من اللايلون تكون كلش خفيفة حتى القطعة مال المعمول تاخذ النقشة مال القالب، فلازم يكون عندكم النايلون كلش خفيف. وهاي الصينية الأولى جهزت عندي، صارت بهالشكل. بالنسبة إلي أحب أكمل المعمول كله أو الكليتشة كلها إلا أبدي أشوي بيها حتى أظل مراقبتها وما أنساها، فراح أكمل الصينية الثانية حتى أشويها سوية. وهنا أنا بديت أحشي بحشوة الفستق الحلبي، واختاريت غير نقشة مع القالب، النقشة اللي تكون شوية أنعم وأصغر. أما حشوة السمسم طعمها كلش طيب، ضروري ترجعون تشوفون فيديو الكليشة حتى تشوفون الحشوات، طعمهم كلش طيب وكلش حلوات، ضروري تشوفوهم. والسمسم اختاريت لهاي النقشة. وهاي الصينيتين مال المعمول جهزت عندي، راح ادخلهم للفرن صينية ورا الثانية. كل صينية راح تظل بالفرن 15 دقيقة على درجة حرارة 200. شغل الفرن بس من فوق تتحمر تاخذ لون كلش قليل، بعدها انزلها لي جوا. وهنا أنا بعد ما طلعتها من الفرن راح تصير بيها هاي التشققات، وأبد لا تخافون كلها راح تختفي ورا ما تبرد. والصينية اللي حشيتها جوز وفستق وسمسم راح يرشلها رشة من الشكر الباودر. وهاي صينية المعمول جهزت عندي، شكلها يفتح النفس، أما طعمها ما أسولف لكم بنات، تذوب بالحلق ذوبان، كلش طيبة والله، أخذت مكانة الكليتشة بقلبي. أني كلش أحب الكليتشة، من عشاق الكليتشة، بس بعد ما جربت المعمول بهاي الطريقة صار المعمول بالمرتبة الأولى، كلش طيب، فضروري لازم تجربونه. لهنا انتهى الفيديو، أتمنى يكون عجبكم. لا تنسون إذا أول مرة تزورون قناتي اشتركوا بيها وضغطوا على جرس الإشعارات حتى يوصلكم كل جديد، ولا تنسون تدعموني باللايك وتعليقاتكم الحلوة، وتشاركون الفيديو ويا أهلكم ويا أصدقائكم. شكرا حبايب.